حد هيجي يقول لي انا عايز اجيب ال4000 ساعة وعايز اجيب ال1000 مشترك. طب اعمل ايه؟ بقالي كتير قوي عمال اتفرج على فيديوهات وما وصلتش لاي معلومة ولا فهمت اي حاجة. تعال اقول لك تعمل ايه. طبعا دي القناة الكبيرة سيبك منها. القناة الصغيرة زي ما انتم شايفين عليها 23 مشترك. 23 مشترك، بص جايب كام؟ 122 ساعة، 62 ألف مشاهدة. ايه الخطوات بقى اللي انا عملتها عشان اوصل ل 122 ساعة وانا لسه 23 مشترك؟ تعالوا كده نخش على المحتوى. ده فيديو لسه رافعه ما بقالهوش دقيقة. أول حاجة يا جماعة العنوان بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، نعمل عنوان جذاب يكون عليه بحث على اليوتيوب. تاني حاجة الوصف، لازم تعمل وصف توصف اللي انت بتقوله جوه الفيديو عشان خوارزمة اليوتيوب. طبعا الكلمات المفتاحية. وآخر حاجة يا جماعة من 3 ل4 هاشتاجات انت بتعملهم. ماشي، أنا هنا خلصت أول حاجة الوصف، وخلصت العنوان، وخلصت الكلمات المفتاحية، وخلصت الهاشتاج. أعمل إيه بعد كده عشان أعرف أجيب ال4000 ساعة؟ أنا باجي هنا على حاجة اسمها شاشة النهاية. تمام. وأقوم جاي على عناصر، وأقوم عامل فيديو أهو. بص اقترح لي فيديو هنا، وأجي تحت اختيار فيديو معين زي ما انتوا شايفين. عايز طبعا تحط أي فيديو هنا بتحطه أهو. كده احنا حطينا شاشة النهاية في أواخر 10-15 ثانية. طبعا قبل ما بيخلص الفيديو المشاهد بيطلع له الفيديوهين دول، فهيضطر يدوس عليه فيديو منهم، واحد من ده أو واحد من ده. بعد ما يدوس عليهم طبعا المشاهد بدل ما كان عندك في 5-6 دقايق في الفيديو أو 10 دقايق، أصبح اتنقل على الفيديو التاني. كده انت خدت منه حوالي 20 أو 30 دقيقة في فيديوهات انت حاططها ورا بعضيها. فهو كده بيدوس على الفيديو اللي بعده. بعد كده هنخش على حاجة اسمها البطاقات. طبعا انا حاطط هنا بطاقة 2 3 دول 4 فيديوهات. طبعا انت بتيجي عند الحتة ديت، الفيديو بيقوم طالع له هنا فوق خالص زي ما انتوا شايفين طريقة الحصول على 4000 ساعة. تيجي على الحتة التانية هنا اهوت، برضه بيجيله بطاقة تانية، فيديو تالت، فيديو رابع. طبعا هو شغال بيشوف فوق الفيديوهات فهيدوس. أصبح كده اتنقل من فيديو لفيديو. كده احنا خلصنا أول حاجتين يا جماعة عشان تجيب ال4000 ساعة وال1000 مشترك. هنخش على الإحصائيات بتاعة الفيديو بتاعنا. الفيديو لسه مرفوع أهو. أرفع إمتى بقى الفيديو؟ أنا أرفع الفيديو من الساعة 5 أو 6 أو 7 المغرب. الوقت ده يا جماعة بيبقى فيه كمية ناس موجودين بطريقة مهولة في اليوتيوب. تمام، خلصنا. بعد كده يا جماعة يعني بص، هي القناة لسه بادئة. بص المشاهدات بتاعتها قليلة، بتزيد مع الأيام، يعني كل يوم المشاهدات بتزيد. تمام كده احنا عملنا كام خطوة دول. انت مشاهداتك هتزيد، يعني انت بص 23 مشترك والصفحة عاملة ازاي. يعني يا جماعة انا مش عارف اقول لكم ايه. انت بتختار الفكرة بتاعتك، بتقدمها، بتعمل بعد كده الصورة المصغرة بتاعتك بشكل احترافي. يعني بص انا هوريك كده ايه القناة بتاعتي. شوف الصور بتاعتي عاملة ازاي. تيجي تخش على القناة، بص الصور المصغرة عندي عاملة ازاي. يعني اللي يخش شكل القناة عامل ازاي. الصورة، اللوجو بتاع القناة، الصورة بتاعتي، الوصف القناة زي ما انتوا شايفين. تتعلم من أسرار النجاح. تنزل تحت اهو قوائم التشغيل. تمام، هنا بتعمل حاجة اسمها منشورات. لازم ترفع منشورات برضو، بتجيب مشاهدات وبتجيب متابعين. تمام، نرجع تاني. صورة مصغرة زي انتم شايفين يا جماعة. أنا بعملها طبعا على برنامج كانفا. هبقى سايب لكم فيديو في الوصف، خشوا اتفرجوا عليه. طبعا هنا
أنا بعمل الصورة بخش على برنامج كانفا أكملها. بص الصورة هنا تبقى عاملة إزاي، بحط صور. هنا أنا باخد جات بي تي في أي موضوع أنا عايزه، أي هاشتاجات، أي علامات، أي كلمات مفتاحية، أي وصف زي ما انتوا شايفين. عايز فكرة هقول له عايز فكرة على برنامج تعليم. أي حاجة بتقولها له بيجيبها لك. حلو يا محمد، قناة تعليمي صناعة المحتوى من الصفر إلى 1000 مشترك أهو، زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. طبعا أنا هنا عملت الصورة المصغرة وعملت العنوان وكل حاجة أهو زي ما انتوا شايفين. اشتغل صح، اعمل الصورة المصغرة صح، اعمل العنوان، اعمل الهاشتاج بتاعك، نظم القناة بتاعتك، ارفع باستمرار. لو انت لسه جديد على اليوتيوب افضل ارفع باستمرار. ليه؟ الاستمرارية حلوة، وفي نفس الوقت بتعرف خوارزمة اليوتيوب ان انت شاب مجتهد. وكمان اليوتيوب بيقترح قنواتك بطريقة رهيبة. طول ما انت شغال 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 بترفع القنوات بتاعتك بطريقة رهيبة. سيبك بقى من ده يقول لك اشتراكات، بدل الاشتراكات، وسيبك من دوت تشتري مشتركين واشتري مشاهدات. الكلام ده كله فيك يا جماعة، عشان انت لو اشتريت مشتركين واشتريت مشاهدات، دول مش هيخشوا يتفرجوا على الفيديو بتاعك أصلا نهائي. دول مش هيخشوا يتفرجوا على الفيديو، فبالتالي الفيديو بتاعك لما تيجي ترفعه هتلاقيه ميت، مش هيتحرك. انت باستمرار ارفع، هتبص تلاقي الفيديوهات بتاعتك النهارده جبت 5 مشاهدات، بكره بقوا 10، بعده بقوا 15. طول ما انت مدي خوارزمة اليوتيوب الكلمات المفتاحية، الوصف، العنوان، الصورة المصغرة تمام. وكل يوم بتبص تلاقي العداد بتاعك عمال يزيد. وكمان يا جماعة، محدش ينشر كل 3 4 شهور فيديو ويقول لك القناة بتاعتي واقفة، القناة بتاعتي مش شغالة. لا، ارفع كل يوم فيديو. طالما انت عايز تنجح على اليوتيوب، الدنيا تمام معاك، المشاهدين زادت، كل حاجة زادت، ارفع كل يومين 3 مش مشكلة. اعمل الخطوات دي وادعيلي، وإن شاء الله قناتك هتكون في حتة تانية. وما تنساش تعمل الاشتراك وتدعمنا، عشان احنا لسه زي ما انتوا شايفين يا جماعة بنبدأ قناة جديدة، وبنعلمكم اللي احنا اتعلمنا منه. طبعا حبيبنا وأخونا الأستاذ محمد علاء، وعلامة استفهام أستاذ أيمن، ومتوحد فكرة. كل دول يا جماعة احنا بنتعلم منهم، وبنطلع نقول لكم الكلام بفكرتنا احنا. ونتعلم طبعا من اليوتيوب حاجات وبنطلع نقولها بطريقتنا احنا. مش عيب إن أنت تاخد من حد الفكرة بتاعته وتطلع تقولها بشخصيتك أنت. احنا كده كده يا جماعة اليوتيوب كله دايرة ولفة، كلنا بنقول نفس النصيحة، كلنا بنقول نفس الكلام، بس كل واحد طبعا وليه الطريقة بتاعته. شكرا جدا.